امسك يا حاجنا عليه. معلش ودي كمان. خلاص بقى. مصالح الناس، طب هنعمل ايه؟ اخر واحده وربنا ما موت. يا يا عم انا بمضي اكتر ما بقبض. واقف كده ليه يا ابني؟ انا اوبر يا فندم. ايه؟ اوبر. اوبر؟ استني مين؟ مستني واحده اسمها استاذه عايده. هي اللي كلمتك؟ اه. فين كده ليه؟ خد. ايه الشنط دي؟ اسأل مامتك. مامتي؟ اسأل دلال ونرجس. طلعوا الحاجة دي على شقتي فوق يلا. لا ما حدش يمشي. يلا نتكلم فوق. لا معلش من فضلك انا عايزه امشي. احنا في الشارع بقول نتكلم فوق. انا عيب راضي اوبر. بعدين ايه اللي يحوجك الاوبر وجوزك جايب لك بقمايه؟ دخلوا حاجة جوه الأوضة. ايه يما اللي مضايقك؟ مامتك عرفت ان بابايا في السجن وقالت لي كلام ضايقني جدا. ونرجس ودلال قعدوا يتريقوا عليا. عرفوا منين؟ هو ده اللي يهمك؟ انت ليه محسساني ان موضوع ابوك ده يعني وصمة عار لا قدر الله؟ بس كان على امي طيبة، ما تزعليش منها زي امك. ونرجس ودلال اللي اتريقوا عليكي حسابهم معايا انا. عارفوا ايه اكتر حاجة تكيدهم وتضايقهم؟ ايه؟ انك تقعدي معايا هنا. المعلم جعفر امر ان الشنط تطلع عنده على الشقه، وشكل مدام عايده هتفضل معاه فوق على طول. يا نهار اسود ومنيل! ما كانش يومك يا نرجس. بتقولوا لي على ايه يا ملبوسه؟ هو صحيح يا جعفر اللي اسمها عايده دي هتقعد عندك فوق؟ ومش عايز اسمع حرف تاني، كفايه اللي مكفيني. وده اسمه يا جعفر ان شاء الله؟ اسمه تاخدوا بعض وتروحوا على شقتكم، عايز اتكلم مع عمي كلمتين. يلا. طب يا جعفر انا اصلا عايزه يلا. بتخبي على امك يا جعفر؟ يما البت غلبانه. يا واد ابوها رد سجون. ابوها مسجون بديون للبنوك. اوه. وممسوك وهو بيضرب استروكس على الناصيه. بنت ناس وغلبانه وملاش حد غيرنا دلوقتي. يخرب بيت نومة الكنبه اللي هتجيب لك روماتيزم دي. ايه اللي انت بتعمليه في نفسك ده؟ مش فاهم. انا مرتاحه كده. ايه؟ مرتاحه كده. مرتاحه كده ازاي؟ انا مرتاحه. يا بت فيها بت، انت مراتي. ايه يا بت دي؟ ما تقوليش يا بت. بت من الراجل الشعبي، دي حاجه حلوه. زي ولا مؤاخذه بيبي عندكم كده. ايوه كده. ايه الضحكه دي اللي بتعشمني بكل اللي جاي؟ عارف يا جعفر انا اكتر حاجه بتعجبني فيك ايه؟ ان انت انسان متحضر. ها؟ ومش مبتذل. مش ايه؟ مش مبتذل. لا تخليها على الله. ده على الله. منك لله دلال، منك لله. انا هوصي امي تعمل لك عمل عشان يجيلك تساقط في الشعر. ليه يا رب خلقتني هطله كده وكل اللي حواليا بيسوحوني؟ انا كل حاجه وحشه بتحصل في حياتي ما بتحصلش بسببي، بتحصل بسبب دماغ امي، بسبب سوريا، بسببك انت كمان. لا لا يا نرجس، انا وانت في بيت واحد لوحدنا في وش بعض مش هستحمل، مش هقدر يا اختي. ليه يا اختي بقى ان شاء الله؟ هو اللي احنا فيه ده بقى سببه مين؟ عمرها حصلت في حياه جعفرتي انه يطلع واحده من مراتاته بشنطه هدومها عنده فوق. هتنزل كلها يمين وهتنزل وهتشوفي. يا خوفي لما ينزلهاش. مش هنضحك على بعض يا اختي، البت حلوه وعجباه، واحنا عارفين نقطه ضعف جعفرتي النسوان. دي مقفعه يا حبيبتي، حلوه على نفسها، حلوه بالنسبه لك انت، لكن انا مفيش واحده في السيده احلى مني، وجعفرتك
ما بيحبش قدي. موافقاكي يا اختي، موافقاكي ان مفيش واحده في السيده احلى منك. يا كيم كرداشيان السيده، بس عايده مش من السيده، فوارد انها تكون احلى منك عادي. وموافقاكي برضو ان جعفرتي يكون بيحبك اكتر واحده، بس مش عارفه بقى بعد مجيه عايده اللي هي مش من السيده، اللي وارد انها تكون احلى منك عادي، الوضع هيفضل كما هو عليه في موضوع انه بيحبك اكتر دي، ولا عايده هتغير الكلام؟ غوري من وشي يا نرجس، دلوقتي انا هطبخ لوحدي. I got 38 cases pending trial, 63 in active investigation, another 250 on the log I can't clear. I supervise 5 officers, that's 5 different personalities, 5 sets of problems. Could be number 6 if you act right. But I ain't holding no hand, you understand? I ain't babysitting, you got your day. مالك يا عايدة قاعدة لوحدك كده زي شجرة الصبار؟ مش فاتحة حاجة تسليكي ليه؟ المفروض اعمل ايه؟ مش فاهمه. تنزلي تتسايري معايا بدل ما اطلع كده ونفسي يتقطع من السلم. وايه اللي مطلعك تقعدي مع واحده ابوها حبساكي؟ مش انتي قلتي لي كده؟ هو انا قلت كده؟ مش فاكرة. ما هي حاجة مش مشرفة ابدا في تاريخ صفصف الملكة. بس انتي مالكيش ذنب. انتي عارفه يا طنط، بالرغم ان انا متضايقه منك قوي، بس بحب اقعد معاكي لانك طيبه. وتتضايقي مني انا ليه؟ المفروض انك انت تتضايقي من ابوكي، إيه اللي خلاكي مكسوفه ومتضايقه؟ انا عمري ما كنت متضايقه او مكسوفه من ابويا. ابويا دخل السجن مش عشان مجرم، ابويا اتكعبل في شغله، مشاكله مع البنوك دخلته السجن. انا لو متضايقه فانا متضايقه من الناس اللي كانوا حوالينا والدنيا جميله. ولما ابويا اتسجن اختفوا وقفلوا تليفوناتهم، ما لقيتش حد جنبي غير يارا وبلبل ولاد خالتي. اهو دول بالذات بوزبوز ونزنز دول كان لازم يختفوا مع الناس اللي قفلوا تليفوناتهم. قرة يا اختي، عرونة يا حاجة عرونة. اسمعي بقى، انا مش ناقصه اسمع مشاكل ودوشه، انا ست فرفوشه واحب الفرفشه. خلاص بقى يا بت، خلاص. شفتي آخرة الغباء؟ أهي سوريا بحركة غبية قد كده خسرت المعلم خالص ومش باين لها رجع. حتى لو وقف في ظهرها نص الأسياد. يا اختي سرية تصعب عليه هيرجعها اكيد.